السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن شرح قواعد الكسور الجزئية. بس خلينا قبل ما نشرح القواعد نقول ايه هي الكسور الجزئية. هي طريقة بنقدر ان احنا نحلل بيها الكسر الجبري لمجموعة كسور بسيطة. اقدر ان انا استخدمها بعد كده في التكامل او ان انا ابسط المعادلات الجبرية. طيب، خلينا نتكلم عن اول قاعدة معانا، وهي قاعدة العوامل الخطية البسيطة. يعني ايه؟ بصوا معايا في المثال ده. يعني لو أنا عندي كسر جبري عبارة عن البسط بي اكس على مقام عبارة عن اكس ناقص بي في اكس ناقص ايه، يعني هو عبارة عن عوامل خطية بسيطة من الدرجة الأولى. زي ما انتوا شايفين قدامكم ان هو اكس ناقص بي في اكس ناقص ايه. في الحالة دي هبسطه ازاي؟ هيتبسط ان انا هقول يساوي a على x ناقص a زائد b على x ناقص b. عندي ال a وال b هنا اللي في البسط دول الثوابت بتوعي زي ما هو واضح قدامنا كده في المثال ده. زي ما انتوا شايفين في المثال ده عندي في البسط 3x زائد 5 على x زائد 2 في x ناقص 1. هنفك الكسر ده ازاي؟ بنفس القاعدة اللي احنا لسه شارحينها دلوقتي. فهنبتدي نقول هيساوي a على x ناقص 1 زائد b على x زائد 2. بعد كده بنبتدي ان احنا نضرب في المقام او نوحد المقامات، او ان انا اضرب في الاكس ناقص 1 والاكس زائد 2. بعد كده ببتدي ان انا اعوض واجيب قيمة ال A وقيمة ال B، وده هيوضح في الامثلة اللي جاية بعد كده. خلينا نشوف القاعدة التانية اللي معانا، وهي لو أنا عندي عوامل خطية مكررة. يعني إيه؟ هي نفس القاعدة اللي فاتت بالظبط، بس أنا عندي إن الإكس ناقص إيه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، إكس ناقص إيه الكل أس 2، يعني مكرر. في الحالة دي يتفك الكسر ده معايا إزاي؟ هيبقى إيه على إكس ناقص إيه، يعني أنا فكيت واحد من المكرر ده، زائد البي على الاكس ناقص ايه أس 2 اللي هو مكرر قدامي بالشكل ده. طيب خلينا ناخد المثال اللي تحت ده يوضح لنا أكتر. يعني أنا لو عندي الكسر بالشكل التالي 5 إكس زائد 4 على إكس زائد 1 الكل تربيع. طيب نفك الكسر ده ازاي؟ بالقاعدة اللي لسه شارحينها. هنبتدي نقول a على x زائد 1 زائد b على x زائد 1 الكل تربيع. طيب خلينا نشوف دي كده كانت القاعدة التانية. خلينا نشوف القاعدة التالتة. القاعدة التالتة معايا هي برضو نفس القاعدتين اللي فاتوا، مع اختلاف بسيط ان عندي في المقام بدل ما كان الكسر بسيط x ناقص 1، لا أصبح إكس تربيع زائد 1، أو بمعنى أصح إن هو عوامل تربيعية غير قابلة للتحليل. وخد بالك كويس جدا من كلمة غير قابل للتحليل. يعني ما تجيش تقول لي إكس تربيع ناقص 1، لا ده قابل للتحليل، أقدر إن أنا أفكه. لكن عندي إكس تربيع زائد 1 ده غير قابل للتحليل. طيب في الحالة دي أبسطه إزاي الكسر ده؟ القاعدة بتقول إن أنا هبتدي أقول ax زائد b على x تربيع زائد 1. خلينا ناخد المثال اللي تحت يوضح لنا أكتر. لو أنا عندي 2x تربيع زائد 3x زائد 1 على x تربيع زائد 2. في الحالة دي هفك الكسر ده إزاي؟ هبتدي أقول ax زائد b على x تربيع زائد 2. ده هيبقى شكله لما نبسطه. طيب خلينا نتكلم على القاعدة الأخيرة اللي معانا قبل ما نبدأ في الأمثلة. طب لو أنا عندي نفس القاعدة اللي فاتت ولكن مكرر، بمعنى يعني لو أنا عندي الإكس تربيع زائد 1 بس الكل أس 2، يعني هو عامل تربيعي غير قابل للتحليل ولكن مكرر. في الحالة دي هنعمل إيه؟ نفس اللي قلناه في اللي فات بالظبط. يعني هيبقى A x A واحد في x واحد زائد B على x تربيع زائد A.
وناخد القوس اللي بعده، نبتدي نقول A2 في x2 زائد B على A زائد x تربيع الكل أس 2. خلينا نوضحه في الأمثلة. خلينا أول حاجة نبتدي ناخد أمثلة على القواعد اللي احنا اتكلمنا فيها دي. تعالوا معايا بقى نقول المثال ده بيتكلم عن أنهي قاعدة فيهم. بيقولك في المثال حلل الكسر التالي إلى كسور جزئية. طيب نبص في المقام سوا مع بعض كده. ده ايه؟ أيوة بالظبط كده، ده تربيع غير قابل للتحليل مكرر. عرفنا ازاي؟ اكس تربيع زائد 4 الكل أس 2. طيب كده احنا حددنا القاعدة بتاعته. نفك الكسر بتاعنا ده ازاي؟ أول حاجة هنبتدي نكتب الكسر، بعد كده نبتدي نفكه ونبسطه. هيبقى أول حاجة عندي A1 x1 زائد B على x تربيع زائد 4. كده فكينا منه 1 زائد A2 x2 زائد B على x تربيع زائد 4 الكل أس 2. بعد ما حللناه بالشكل ده نبتدي يا إما نوحد المقامات أو نضرب الطرفين في قيمة المقام. دلوقتي أصبح عندي في الجزء بتاع المسألة الأصلي أصبح عندي البسط اللي هو x 3x تكعيب زائد 5x تربيع زائد 7 هيساوي ايه؟ هيساوي الجزء اللي خاص بالA والX والB. بعد كده ابتدي ان انا افك الاقواس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما فكينا الاقواس هبتدي بعد كده ان انا اجمع الحدود المتشابهة عشان اقدر ان انا اجيب قيم الA والB 1 و2. الهدف بتاعي دايما ان انا عايزة احصل على قيمة الثوابت اللي هي الA والB بتاعتي، وده بيبقى من خلال ان انا بفرض قيمة للإكس. بعد كده ابتديت ان انا طلعت قيمة للثوابت زي ما انتوا شايفين قدامكم. الA1 بتساوي 3، الB1 بتساوي 5. بعد كده ابتديت اجيب الA2 والB2 عشان احصل على قيم للثوابت بتاعتي. وفي الاخر خالص زي ما انتوا شايفين في الخطوة الاخيرة ببتدي ان انا احط قيمة كل من الA والB، A1 وB1 وB2. تعالوا ناخد مثال تاني زي المثال اللي شايفينه قدامنا ده. عندي 7x زائد 6 على x زائد 2 في x ناقص 1. حد يقول لي المثال ده انهي نوع من القواعد اللي احنا خدناها؟ ايوه بالظبط كده، ده القاعدة الاولانية خالص، مبسط جدا واللي هو البسيط خالص. هيقوم من الدرجة ايه؟ من الدرجة الاولى. تمام، يبقى اول حاجة نبتدي نحل ان احنا نكتب الكسر زي ما هو. بعد كده ابتدي ابسطه، هيبقى A على x ناقص 1 زائد B على x زائد 2. بعد كده هبتدي زي ما قلت لكم يا اما بوحد المقام او اضرب الطرفين في قيمة المقام. اصبح عندي البسط اللي في القيمة الاساسية اللي هو 7x زائد 6 هيساوي قيمة A مضروبة في x زائد 2 زائد B مضروبة في قيمة x ناقص 1. ابتدي بعد كده افك الاقواس بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بعد كده ببتدي افرض قيم للإكس عشان اقدر اوجد الثوابت بتاعتي. بعد كده احصل على قيم للثوابت من خلال المعادلات. بعد لما اخد القيم اطلع القيم بتاعت الثوابت بتاعت A والB، ابتدي ان انا ارجعها في الكسر الاساسي زي ما انتوا شايفين النتيجة في الخطوة النهائية. اصبح عندي 7x زائد 6 على x زائد 2 في x ناقص 1 هيساوي قيمة A فوق اهي اللي هي 13 على 3 وقيمة B اللي هي 8 على 3. بكده نبقى حلينا أمثلة وخدنا كمان قواعد شرحنا فيها الكسور الجزئية. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة.
واشوفكم في فيديو تاني قريب.